ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. وحشني من الفيديو اللي فات. موعدنا النهارده كده مع فيديو جديد، وهيكون طريقة تركيبي للفلتر تانك برو او التانك الست مراحل بنفسك، من غير ما تحتاجي ان انت تجيبي حد من بره، او لو مثلا جوزك ما عندوش وقت وانت حابه ان انت تركبيه. فطبعا احنا بنحاول ان احنا نعمل احنا كل حاجه بنفسنا. وعلى فكره دي على قد ما يعني بتتعبي نفسك، بس قد ايه هي ميزه، لانك فعلا انت بتفهمي كل حاجه لوحدك. بصوا، ده التانك الثلاث مراحل. حابه بقى اقول لكم كده مبدئيا ان العيوب اللي كانت مواجهاني فيه، اولا ان هو كان دايما شكله مبهدل. ثانيا كان صعب التنظيف، يعني مهما انضف فيه عشان اطلع الاصفرار او البقع اللي موجوده دي ما كانتش بتطلع ابدا، حتى بالفنش سوري، حتى بالسترس. كان من تحت كمان بمكان المية بيعمل كده تغيير في اللون بتاع الجهاز نفسه او الجسم نفسه، فكان وحش جدا. ثانيا الشمعة الاولى دي طبعا عشان بتتغير على طول. طبعا هنا انا كنت سايباها لاني كنت عارفه ان انا هشتري فلتر جديد، فما اشتريتش بصراحه. فتغيير الشمعة الأولى دي بصراحة لما كنت باجي أفكها وأعملها، طبعا لازم تربطي جامد. مرة على التانية اتكسرت فبقت تسرب مية، فمعرفش أصلا ليها بديل ينفع تشتريه ولا لأ. فبصراحة مش يعني هو كفلتر كويس، كخامة مية، يعني ان انت تشربي مية نظيفة كويسة. لكن كجسم بقى ومن فوق برضو زي ما انتوا شفتوا كده الأتربة لازقة، يعني مهما تتعاكي فيها برضو لازقة. فبصراحة ما كانش حلو خالص. طبعا هو حلو كمية، لكن مش حلو كجسم، مش حلو كشكل، مش حلو كخامة، لانه بيتكسر بسرعة. فالمهم ان انا بعد تفكير طويل قلت لازم اجيب فلتر، اللي هو اللي انا وريته لكم الفيديو اللي فات، فلتر تانك برو، او الفلتر اللي هو الست مراحل. بص طبعا هنا بقى انا شلت المسامير بتاعه الفلتر الثلاث مراحل، وطبعا قلت بقى لازم انضف كده حوالينه بحيث ان انا اركب الفلتر الجديد على نظافة. عايزه اقول لكم ان الفلتر ده كان موجود الناحيه التانية، بس لما عملت تجديدات في المطبخ فنقلته الناحيه دي. طبعا اضطريت ان انا اخلي الراجل يخرم لي خرمين. فبصراحه مرضتش اسدهم، قلت عشان خاطر الفلتر الجديد لما يجي لو نفع ان انا اركبهم على نفس الخرمين يبقى كتر خيرهم يعني. بس للاسف طلع ان الخرمين مش هيركبوا عليهم. بصوا بقى الغطا، انا كنت هنا اول مره افتحه معاكم، بصراحه كان سهل جدا في الفتح. هنا بقى كنت خلاص غسلت السيراميك ولمعته ونشفته على اساس ان انا ايه احط الحاجه كده على نظافه. طبعا انت اول حاجه بتفتحي بقى الغطا كده وبتبداي ان انت تحطي الشمعات بتاعته. معلش هنا ما كنتش شايفه ان الكاميرا كانت مش مظبوطه، بس هتتظبط دلوقتي. بصوا هنا بقى جبت الثلاث شمعات وشلت من عليها الكيس البلاستيك دوت. بصراحة كنت محتارة، مش عارفة اركبه هنا ولا اركبه الناحية التانية على الرخامة الناحية التانية، بس هتشوفوا في اخر الفيديو انا ركبته في انهي ناحية. بصوا دول الثلاث مراحل اهو، بتنزليهم كده المفروض. وبتبدأي ان انتي اول حاجة بتضغطي على الكليبسة ديت علشان تفعلي معاها حتة اللي هي الشريطة دي، وتبدأ انها تغير لونها. ولما بتغير بقى للون الاحمر المفروض ان انتي بتغيري الشمعات. طبعا انا لسه بقى اول مره اجربه، فمش عارفه اغير الشمعات امتى. المهم ان انا حطيت كده الشمعات، وهنا بقى جيت اقفل ما كانش عايز يقفل. طبعا انا مش عارفه بقى ايه، هو بصراحه اتفتح معايا بكل سهوله، لاني سمعت ان في ناس بتقول لا الفتح بتاعه صعب. هو عشان جديد فتح معايا بسرعه، معرفش بقى لما الشمعه اما اجي اغيرها هيفتح معايا بسرعه ولا لا. المهم هنا ما كانش عايزه ترضى، رحت فاصله الكاميرا ورحت شايله الشمعات تاني ورحت راجعه تاني مركباها، وضغطت عليها بقى جامد، والحمد لله قفل معايا. بصوا هنا اهوت كنت هنا شلت فصلت الكاميرا ورحت مرجعاها تاني، وهبدا بقى ان انا كده اقفلها. هي بصوا كانت لسه هنا ما فصلتش الكاميرا برضو، يعني انا هنا كنت بحاول بس ما كانتش عايزه تظبط، فخفت بصراحه ان الغطا بتاعها يتكسر. بس بقى رحت فاصله الكاميرا، هنا بقى كان ظبط اهوت، ورحت قافله الغطا بتاعها. الحمد لله اتقفل. وهنا الحته دي بقى اللي بتغير اللون الاحمر.
طبعا هجيب بقى الخرطوم بتاعي اللي هو بتاع الفلتر وابدا ان انا اركبه. بس انا طبعا كنت مركبه على الحنفيه بتاعه الحوض نفسها اللي هي بتاعه الفلتر القديم الثلاث مراحل. فبصراحه كنت عايزه اجرب ان انا اشيل مثلا الخرطوم واركب الخرطوم الجديد وخلاص على كده. بس لقيت ان الحته الحديده اللي انا بشاور لكم عليها دلوقتي دي صغيره، لكن الفلتر اللي هو الجديد عريضه شويه، فما كانش ينفع يركب عليها الخرطوم. فشلتها. طبعا الحاجات دي انا مش هرميها ولا الفلتر القديم هرميه، انا هخليه عندي، هفضيه من الميه واغسله كده غسله كويسه وهشيله، ممكن احتاجه في يوم من الايام. كمان لازم تتاكدي ان هنا مفيش تسريب من الميه. انا جبت بصراحه مفتاح الانبوبه وبدات ان انا الف لحد لما لقيت ان مفيش تسريب. خلاص. هنا بقى كمان بدات ان انا احط الخرطوم، بتحطيه كده بضغطه، وبعد كده بتلفي بقى الصامولة دي او البتاعة دي على المجرى بتاعتها علشان تتأكدي ان مفيش تسريب خالص. طبعا الورقة دي انا قلت هشيلها، كنت عايزة اسيبها بس بعد كده قلت لا هشيلها لانها ملزقة جدا، يعني لو لمستيها كده تحسيها بتلزق. فقلت لا، هو بيقولك ان هنا ما تفتحيش المية السخنة، حنفية المية السخنة يعني. لو هتفتحي المحول بتاع الفلتر ما تفتحيش المية السخنة، طبعا ده معروفة، يعني انت بتفتحي الحنفية المية الباردة. هنا بقى كنت شلتها. طب ليه يا منى ما جبتيش الفلتر ال5 مراحل او ال7 مراحل؟ هو كان فكرته هتبقى شيك، وهحط الحنفيه فوق الحوض وخلاص على كده، والفلتر هيكون تحت الحوض. بس بصراحه لما فكرت فيها قلت ما هي برضو نفس فكره الثلاث مراحل، وانا اتعقدت من الثلاث مراحل في حته ان البتاعه نفسها وانتي بتلفيها ممكن تتكسر فتسرب ميه. فانا ممكن اجيب مثلا 5 مراحل احطه تحت الحوض، ومثلا وانا بلف مثلا الاقي الحاجه تروح مكسوره، فطبعا هيسرب ميه تحت الحوض، فهبقى في دوامه تانية. فانا قلت لا، خلينا في حاجه كده تكون شكلها شيك وفي نفس الوقت تكون سهله في التنظيف وما يبقاش شمعات باينه، لان حته ان الشمعات تكون باينه دي فعلا شكلها بيكون وحش جدا. هنا بقى كنت وصلت، عايزه اقول لكم ان الحنفيه انا عكستها بحيث ان يبقى الخرطوم ناحيه الفلتر علشان ما يضايقنيش في غسيل المواعين. كمان الحنفيه دي كانت عشان لسه جديده ما كانتش عايزه تتفتح، بس فصلت الكاميرا وحاولت معاها لحد ما اتفتحت بالراحه عشان بس ما تتكسرش منك، والحمد لله فتحت. وهنا بقى كنت ظبطت الخرطوم كده، هو الخرطوم تخين شويه عن الفلتر الثلاث مراحل، مستغرباه شويه بس يعني شغال. هنا بقى الحمد لله كنت بجرب معاكم الميه ولقيت ان هو ما شاء الله الميه بتاعته قويه، وشكله شيك وكل حاجه. وحطيته على الرخامه الناحيه دي مش الناحيه التانية اللي انا صبنتها، بس طبعا هنا برضو صبنت الرخامه وصبنت السيراميك. الحمد لله ما فيش تسريب في الميه عند الخرطوم هنا ولا هنا، فالحمد لله اتاكدت كده ان الفلتر متركب كويس. طريقته سهله وبسيطه، بس تعملي كده بالراحه علشان ما فيش حاجه معاكي تتكسر او تبوظ. بس في حاجه لاحظتها في الاخر، ان الميه بعد ما بتقفليها بتنقط شويه، فمش عارفه بقى لسه جديد. فلاحظت بعد ما بقفل الميه كده ان في الحنفيه بتقعد تنقط نقط بسيطه. بس انا قلت ممكن يكون عشان هو لسه جديد ولسه شمعات جديده، فمش عارفه بصراحه بقى بعد كده هل يعني هتقفل ولا لا. المهم بس هو كاجمالي شكله حلو وشكله شيك كمان، والشمعات اهم حاجه انها مش باينه، يعني مختفيه خالص. بس يعني انتي هتعرفي تركبيه ان شاء الله باذن الله بكل سهوله. بس واحده واحده كده علشان خاطر يعني تظبطيها صح، وتتاكدي اهم حاجه ان مفيش تسريب من ناحيه الحنفيه ولا من ناحيه الخرطوم بتاع الفلتر. كمان الحنفيه حاولي ما تحركهاش كتير، يعني دي نصيحه، انا لسه طبعا جديد بالنسبه لي. الحنفيه حاولي ما تحركهاش كتير عشان خاطر ما تتكسرش معاكي، لان طبعا هي مش زي الفلتر الثلاث مراحل. فكمان عشان تعيش معاكي عمر طويل، يا تحطيه هنا مثلا على الرخامه على اليمين او على الشمال، المهم ان انتي تظبطي مكانه. هنا كنت بوريكم ان مفيش تسريب اهوت. ويا رب يكون بقى الفيديو عجبكم، استفدتوا منه حتى لو بمعلومه بسيطه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك ودعوه حلوه وكومنت جميل. طبعا انا لازم اسيب الميه شغاله حوالي 10 دقايق ربع ساعه الاول علشان بعد كده الشمعات بقى تشتغل. اشوفكم على خير، مع السلامه.